ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فكرة الفيديو بتاعتنا انا اتمنى ان هي تفيد ناس كتير. ولكن قبل ما ابدأ في الفيديو عايزين كلنا ندعي لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا ينصرهم ويفك اسرهم. بجد الموضوع صعب جدا، والفيديوهات والصور بتاعتهم بجد صعبة جدا علينا، فما بالكم هم عاملين ايه. فبجد الموضوع صعب جدا. فانا بجد اتمنى من كل قلبي ان ربنا يفك اسرهم ويلطف بيهم ويصبر كل الاهالي اللي فقدوا الناس عزيزة عليهم. وطبعا كلنا نفسيتنا بتبقى وحشة جدا لما نشوف صور زي دي وفيديوهات وكلام من ده كتير قوي. آه، بجد في حاجات جدية اللي احنا لازم نعملها، اللي هي المقاطعة. انا هحطلكوا دلوقتي على السكرين، هيظهر دلوقتي قدامكم على السكرين الحاجات اللي احنا لازم نقطعها. هل فعلا المقاطعة دي هتفيد؟ طبعا هتفيد جدا. انا عن نفسي كنت بسأل الاول هو فعلا احنا لازم نقاطع الحاجات دي، وطلع فعلا لو احنا لازم نقاطع الحاجات دي عشان الحاجات دي بتفيدهم، هما اسرائيل، واحنا كده بنضر اخواتنا الفلسطينيين. واتمنى من كل قلبي ان احنا كلنا ندعي لهم وربنا يلطف بيهم ان شاء الله، ويخلصوا من الكابوس اللي هم عايشين فيه ده. بجد صعبين جدا والشيء صعب جدا عليهم. فان شاء الله ربنا يفك اسرهم وكلنا ندعي لهم. فكرة الفيديو بقى النهاردة وهي ازاي نقدر نفكر بطريقة ايجابية اكتر. اساس الحياة في كل حاجة هو التفكير. التفكير ده هو اللي بيمشينا في حياتنا، واللي بيخلينا نكمل حياتنا بطريقة حلوة او بطريقة وحشة. اولا كده قبل ما ابدا يعني الفكره دي الفيديو، من حق كل انسان ان هو يعيش حزنه ويعيش فرحه بالطريقه اللي هو يحبها. ومش معنى الفيديو بتاعي النهارده ان انت ما تزعلش، لا طبعا ده حق انساني. بس الزعل ده بيكون لازم يكون بحدود. في ناس بتقدر اللي هي يعني تعيش مع الموقف، يعني تعيش مع الزعل عادي. وفي ناس ما بتقدرش، في ناس يعني حياتها بتقف. يمكن فكرة الفيديو النهاردة والفيديو ده يقدر يساعد ناس كتير اللي هي تفكر بطريقة أحسن من كده. أنا شخصيا يعني لما يحصل حاجة مثلا مشكلة أو حاجة، بتعايش مع الفكرة دي. طب هل ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ بالنسبة لي أنا شايفاها هي حاجة حلوة. اللي أنا مش بوقف حياتي عند مثلا المشكلة دي. طبعا هي المشاكل مش هتخلص، المشاكل دي ده أساس حياة عادي، كمثلا في الفرح أو كده. فده حاجة أساسية. احنا آم، لازم نكون عندنا اقتناع ان ده حاجة أساسية، ويكون عندنا اقتناع ان ربنا مش بيجيب ابدا اي حاجة وحشة. ربنا بيكون مثلا بيدي الابتلاء والمشكلة دي للإنسان عشان مثلا يشوف مدى صبره قد ايه، ويكون هو الإنسان ده قد الاختبار. طب هل ده ليه مثلا ثواب؟ ثواب كبير جدا طبعا. ثواب الصبر ده بيكون كبير جدا عند ربنا، وربنا بيجازي الإنسان ده خير، بيعوضه خير عن كل حاجة هو شافها. طيب احنا ازاي بقى نقدر نفكر بطريقة إيجابية أكتر؟ أول حاجة وبتخلي الإنسان فعلا يحس براحة نفسية في أي حاجة، وهو القرب من ربنا. طب احنا ازاي نقدر ان احنا طبعا مفيش انسان بيكون يعني كامل في كل شيء. طبعا الكمال لله وحده، ولكن احنا على قد ما بنقدر ان احنا بنخلي من نفسنا احسن نسخة. فاحنا لازم ان احنا كلنا نقرب من ربنا. صلاة، والصلاة دي حاجة بجد أساسية، وشيء فعلا أساسي اللي يخلي حياتنا أحسن ونخلينا حاسين بارتياح كده. والدعاء بقى ان انتوا تقعدوا تدعوا كتير ربنا اللي انتوا تكونوا في حال افضل، والمشكله دي يعني بتاعتكم تتحل. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى وهو انت او انتي، انتوا يعني اللي بتحركوا نفسكوا للاحسن وتحركوا نفسكوا للاوحش. طب احنا برضو ازاي نقدر نفكر بطريقه ايجابيه؟ مثلا حصل دلوقتي مشكله، احنا ممكن نفكر في المشكله دي بطريقه ايجابيه. مثال يعني، دلوقتي مثلا حصل لحد مشكلة،
فهو بقى ما يقعدش يقول انا حظي وحش، انا ما باخدش مثلا حاجه حلوه من الدنيا، انا مش عارفه ايه وايه وحظي والكلام ده. انا الكلام ده بجد ما بحبهوش، والكلام ده بيعصبني جدا لما بسمعه من حد. وبقعد لما حد يقول كده بقعد اقول لا حرام، ما تقولش كده، ما تقولش مثلا حظك وحش، لا. الكلام ده طبعا ملهوش اي 30 لازمه. ف فاحنا اول ما بتحصل المشكله وانت تقعد تقول لنفسك كده، فانت هتاخد الفكره دي على نفسك طول حياتك. يعني هتاخد فكره ان انت حظك وحش، مفيش حاجه تنفع معاك، وكل الكلام ده. طبعا كل الكلام ده يعني ممكن ما يأثرش عليك دلوقتي، ولكن هيأثر عليك فيما بعد. انا شفت ناس كتيره جدا فعلا كانوا في المواقف دي، اللي هي مثلا بيقولوا حظهم وحش والكلام ده، وفعلا بقوا خدوا الكلام ده على نفسهم طول حياتهم. طبعا الكلام ده أثر عليهم جدا، وأثر عليهم في حلهم للمشكلة فيما بعد في يعني حياتهم في المستقبل وكده يعني. فطريقة حلك للمشكلة هي اللي هتخلي نفسيتك أحسن. آه، دي مثلا أول حاجة، اللي احنا بقى ما نقعدش نقول حظنا والكلام ده. تاني حاجة بقى، اللي احنا أول ما نكون متضايقين ما نقعدش نفتكر آه الحاجات الوحشة كلها مع بعض. دي طبعا يعني هتزود زعلنا، وهتزود يعني كل حاجة وحشة. فده طبعا مش حاجة صح، ان احنا نقعد نفتكر بقى كل الأحزان اللي حصلت لنا واحنا صغيرين والكلام ده، فالكلام ده طبعا غلط جدا. وبرضو شفت ناس فعلا واقعة في المشكلة دي، اللي هو أول ما بتزعل يلا بقى نفتكر الحاجات الوحشة كلها اللي حصلت. فالكلام ده طبعا غلط جدا. وحاجة برضو مهمة جدا، لما نكون مثلا في مشكلة حصلت او احنا متضايقين، نروح نسمع اغاني حزينة. الكلام ده بيزود. طب مثلا في ناس بتقول لا طب انا عايزه اعيط، اعيط، دي حاجه حلوه. مثلا يعني لما حد يعيط بيكون بيطلع كل حاجه جواه، ولكن يعني كل حاجه بتبقى بحدود. لما الحاجه دي يعني تخرج عن الحد ده، فبيكون النتيجه بتبقى سيئه عليك، متكونش حاجه حلوه خالص. تمام. وحاجة مهمة جدا خلتني انا مثلا في عقلي هفكر بطريقة احسن، ان انا بتبع ناس مثلا يكونوا بيدوا فعلا فكرة كويسة، وبيدوا كلام ايجابي كويس. فده يمكن اللي خلاني بجد يعني بصل مثلا للحياة بنظرة تانية. وده مثلا المفروض اللي احنا كلنا نغير فكرتنا ونظرتنا عن الحياة. في ناس كتير قوي شايفة ان الحياة وحشة، والحياة ما تتعش، والحياة كلام كتير بقى من ده. آه الحياة بتكون كده كده حلوة ووحشة، ومش وحشة بمعنى اللي هي ما تتعش، لا. عشان ده شيء طبيعي ان مش كل حاجة حلوة ومش كل حاجة وحشة. فالحياة يعني انقسام. ولكن احنا مفروض ان احنا ما نقعدش نقول الحياة ما تتعش، وانا حياتي وحشة، وانا حياتي وحياتي، ونقعد بقى ايه نقول الكلام ده. آه انت لما توقف حياتك عند مشكلة، ومثلا المشكلة دي دلوقتي اتحلت، فتيجي بعدين تفتكرها وتتضايق تاني الكلام ده، فعارف اللي هو بتكون في نفس المحيط اللي انت كنت فيه. نصيحة دايما بجد بقولها لأي حد بيكون متضايق، وأي حد يكون شايف ان حياته وحشة، ومثلا بيوقف حياته ومبيعملش حاجة جديدة، وكل ده وشايف نفسه اللي هو انسان ما يستاهلش الخير وما يستاهلش مثلا اي حاجة حلوة، وبيقول مثلا اللي هو حظه وحش والكلام ده. الحياة بتبقى مرة واحدة بس، الحياة مش هتتعاد تاني. يعني الثانية والدقيقة اللي احنا بنعديهم دول مش هيتعادوا تاني، خلاص. يعني اللي بيفوت مش بيرجع تاني. دي دايما حاجة بقولها لكل حد اعرفه، اللي احنا لازم نعيش وقتنا بالحلو وبالوحش، ونستحمل الوحش، ونفتكر الحلو اكتر ما بنفتكر الوحش. بالعكس احنا كلنا مفروض نلاحظ حاجة زي دي. الوحش ممكن يكون بيتنسى بسرعة، لكن الحلو هو اللي بيفضل في ذهننا. وده المفروض ان احنا كنا نعمل كده، اللي احنا نخلي الحلو هو اللي معلق معانا، مش الوحش هو اللي معلق معانا. لان فعلا حياتنا دي آه زي ما مثلا بنقول ملكك انت، وملكك انت بقى الحاجة اللي انت تتحكم فيها براحتك. عايز بقى تخلي حياتك واقفة، ما بتعملش حاجة جديدة، وشايف نفسك انسان مستاهلش الخير، براحتك خلي كده. ولكن النتيجة هتبقى وحشة عليك، وانت اللي هتندم في الاخر. واتمنى في الفيديو ده اكون فدتكم، و يعني الفيديو يغير فكرة حد عن الحياة، وان هو يقدر يكمل حياته، وان
ما فيش حاجة اسمها فات الاوان وان انا مش هقدر اعمل والكلام ده. سيدنا محمد ما كانش يعرف اللي هو هيعمل كل ده غير بعد ما تم ال40 سنة. ف مفيش حاجة فاتت، وانت تقدر ان انت تعمل كل حاجة. كمل وشوف الحياة هتوديك لفين. واتمنى ان انتوا كلكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وتكون الفيديو ده غير فكرة حد عن الحياة. وبلاش بقى الكلام اللي هو حياتي وحشة وحظي والكلام ده. وشوفوا الحياة بنظرة حلوة عشان الحياة تشوفكوا بنظرة حلوة. كده يكون الفيديو خلص. ولو عايزين اي حاجة، سؤال في اي حاجة، تعالوا على المكان التاني، هتلاقوا اللينك في اول كومنت. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.